يعني ايه التيار المصري؟ فكرة ان هو الاسم شوية قريب من الفكرة احنا بنتكلم فيها. احنا بنتكلم ان احنا بنقول ان احنا حزب معزل للتيار الاساسي المصري او التيار الرئيسي للرئيس. المصري. فكان لما تم اقتراح الاسم وتم التصويت عليه لقينا ان هو قريب وبيخدم على الفكرة بتاعتنا. احنا مالناش علاقة بمجموعة التيار الرئيسي الرئيسي. المصري خالص، ولكن اللي هم بيتكلموا فيه قريب من اللي احنا بنفكر فيه. وهو ده مش حاجة جديدة يعني. المستشار طارق البشري او الحكيم البشري، يعني هو مؤرخ طبعا بجانب ان هو مفكر وقانوني. هو كان بيرصد ظاهرة ثورة 19 وطلع ده في بحث سنة 97 او 98، بيقول نحو تيار اساسي مصري. كان بيتكلم حوالين الفكرة دي، ايه اللي خلى المصريين رغم ان كان في احتلال 1882 لحد 1919 في جماعات بتناضل وفي احزاب بتتكلم واحزاب بتخانق مع بعضها، بس المصريين قاعدين واخدين جنبه بايه وبيتفرجوا، وفي لحظة تاريخية فارقة اتحركوا. بالنسبة لنا الكلام ده كان بيرن في دماغنا، لان احنا برضو مش فاهمين ايه اللي خلى المصريين من 52 قاعدين بيتفرجوا وفي لحظة تاريخية فارقة اتحركوا. فلما جينا نقارن الكلام ببعضه لقينا ان هي نفس الظروف، ان هي الناس مش محتاجة حد يقعد يحاول يستقطبها طول الوقت، لان هو الشعب المصري ممكن يكون اذكى من ان هو يتم استقطابه. صحيح. الناس عايزة حد يكلمها على مصلحتها، يكلمها على منفعة واضحة للبلد ما يكونش فيها لبس. يعني لو انت حتى لو جيت لي اي مواطن وقلت له شبهة مصلحة خاصة مع مصلحة عامة، الاغلب اللي احنا معتقدين المصريين بيعملوه ان هو بيرفض الاثنين علشان بس ما تبقاش انت مازج الاثنين ايه ببعض، او ما يحس ان انت ضحكت عليه. فانت لما تجيله بمجموعه من المطالب واضحه بدون اي تحزبات او فئويات، الناس بتجمع معاك. ده حصل في ثوره 19 مع الوفد المفاوض اللي بعد كده اتحول بقى حزب الوفد المصري، وحصل في 25 يناير. 25 يناير لما طلع ناس هم شباب، فبالتالي مش رموز ومش نجوم ومش كائنات فضائيه ولا جرافطات، قعدوا اتكلموا على اهداف محدده الناس فاهماها. الناس من كتر التعسف بتاع الداخليه وارهاب الدوله فاهمين كويس يعني ايه تعذيب ويعني ايه ان احنا عايزين الغاء قانون طوارئ. الناس لان هي اكتوت بنيران الغلاء ففاهمه يعني ايه حد ادنى للاجور. الناس كانت مطالب محدده، الناس عارفه ان هي تمسها، مش ترمي في الحساب فصيل معين. وطلع ناس التحمت، والناس التحمت بالشباب والجماهير اتحركت، وكان كل ما بيزيد الضغط الالتحام الشعبي بيزيد. يعني 25 اتضربنا بالغاز فالناس غيرت في 28، اتضربوا بالرصاص وبعتوا علينا بلطجيه في 2 فالناس خرجت اكتر. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت محتاجين التيار اللي بيندرج فيه الغالبيه الصحيحه من المصريين ان احنا ندعمه ونقويه. رجل الشارع لازم يبقى ليه دور في رسم السياسه العامه للدوله. مؤسسات المجتمع المدني اللي موجوده وكان لا حول ولا قوه لازم يكون ليها دور في رسم السياسات العامه للدوله. ده الضمانه الوحيده ان مصر ما تقعش مره ثانيه في حجر طاغيه او ديكتاتور.